السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا كل حبايبي. احنا النهاردة هنعمل بسبوسة. أنا رفيدة ممدوح ودي قناة أكلك على قدك مع رفيدة. لو أول مرة تشوفيني اعملي لايك. شايفة البسبوسة حاجة كده من الآخر هتشرفك في رمضان. هتعمليها قبل الفطار تبقى دافية كده حلوة البسبوسة وهي دافية. بصوا أطعم بكتير من إنك تسيبها لتاني يوم بصراحة. يعني أنا بحب الحاجات دي وهي سخنة. جميلة جدا جدا. اتمنى تجربوها بطريقتي وحاجة تحفة وعظمة على عظمة يا ست ومقاديرها مظبوطة جدا. بصي بتدوب في البق دوب بشهادة كل اللي كلوها. مش شهادتي انا مشكوك فيها. شهادة كل اللي كلوها. حاجة كده جميلة جدا جدا. تعمليها سادة تعمليها بالجوز الهند اعمليها زي ما ده يعجبك. جميلة قوي قوي حلوة بجد حلوة. وما تنسيش اعملي لايك. بحبكم في الله اخواتي وحبايبي. اعملي لايك واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. شرفوني بالاشتراك اخواتي. وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل حاجة انا بنزلها جديدة. بصوا دايبة دوب. يلا بقى نخش على المقادير. معانا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معانا نص كيلو من دقيق السميد. عليه ايه؟ عليه كوباية ونص من السكر. دي المقادير المظبوطة بالسنتي. كوباية ونص من السكر زائد معلقة. يعني اللي هو ايه مثلا لا كوباية ونص من السكر زائد معلقة بالظبط. تمام. ونقلب بقى كده. انا ما بحطش فيها بيكنج باودر ولا حاجة لان هي بسبوسة هتعلى ليه؟ يعني مش محطوط فيها دقيق اصلا. ده دقيق سمين فمش عايزينها تعلى. فهي حلوة كده مقاسها جميل. طبعا البتاع اللي انا كنت بعمل فيه ده حسيته ضيق ولما احط السمنة مش هعرف اقلب. فايه معانا هون 3/4 كوباية سمنة. 3/4 كوباية سمنة بدرجة حرارة الغرفة او يعني سيحها وسيبها اما تهدى. تمام. وحط لها بقى كمان معلقة سمنة بلدي. دي سمنة بلدي. حط لها كمان معلقة سمنة بلدي. هتخليها بصي على السمنة العادية او ممكن تخليها بلدي صافي او ممكن تخليها سمنة تانية صافي زي ما يعجبك. مش هتفرق في حاجة. عايزاها بطعم السمنة البلدي وما عندكش طعم السمنة البلدي عارفة اللي هو قصنص السمنة البلدي اللي بيبقى اتشرى من عند العطار ده. حطي منه ايه معلقة عليها برضو هتديها طعم السمنة البلدي وهتخليها زي الفل. يلا بقى نقلب نبس البسبوسة. البسبوسة بتتبس مش بتتعجن. بنقلب بقى كده السمنة في كل حبات البسبوسة. شايفين عاملة زي حبات الرمل ما بتمسكش في بعضها. السمنة مش كتيرة عشان تمسك في بعضها. هي ايه 3/4 كوباية سمنة اهو. شايفين الكيلو بتحط له كوباية يعني كوباية ومعلقتين كده. عايزة تحطي نص كوباية ممكن برضو يعني ايه مش هتفرق قوي. يعني المعلقتين دول مش هيفرقوا قوي. اهو معانا بقى ايه بصي اهو ما شاء الله اللبن. ادي كوباية لبن. حلو الكلام. بقول لكم قلبناها حلو. استنوا بقى قبل ما احط اللبن بقول لكم استنوا قبل ما احط اللبن ادعك الصينيه بالايه بالسمنه. حطينا معلقتين سمنه برضو من اللي كنا مسيحينهم دول ودعكنا الصينيه قبل ما تحط اللبن عشان ما تسيبيش البسبوسه باللبن كتير. طبعا الكوبايه دي اللي كانت مطرح السمنه اهو فبنزل السمنه واللبن. يلا بقى اشتغلي بايديكي كده بقى مش شرط المعلقه. خليكي ايه حلوه كده. حطينا كوبايه لبن واحتاجت حسيتها ناشفه شويه رجعت حطيت قيمه ربع كوبايه كمان. سنه كده يعني معلقه 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 معلقه. يعني احنا حطينا كوبايه مثلا وربع او اقل من ربع حاجه بسيطه. تمام اهو. شايفين حسيتها ايه يعني مفروله شويه زياده. بحط نقطه كده. بحط نقطه واقلب الاقيها ايه عملت شبكت في بعضها وبقت زي الفل اهي. شايفه جميله. دي كده بقى هتطلع دايبه. انا بحب البسبوسه الدايبه. البسبوسه اللي بتبقى ناشفه من قلبها وبتبقى جامده شويه يعني بتطلع خرط جامده كده. لا بصراحه انا ما بستظرفهاش. الصينيه دي مقاسها حلو جدا. الصينيه دي اللي هي التانية في اللي هو المدورات دي اللي هي حافتها واطيه. دي التانية مش الصغيره خالص ومش ايه الكبيره قوي اهو. شايفين انا بحط بقى البسبوسه في قلب البتاعه كده. جميله جدا. عايزه بقى تحطي جوز هند حطي مثلا نص كوبايه جوز هند بس يزيد المقادير كلها معلقه. تمام اهو. عايزه ممكن تحطي برضو جوز الهند هنا في المرحله دي كده على الوش. تحطي فول سوداني بس انا ما حبيتش احط الفول السوداني بصراحه يخش الفرن يحمر. كنت عايزاه ايه على لونه كده. فاهو انا بشيل دي بقى
بنخبط بقى الصينيه خبطتين حلوين كده. شايفه الخبطه دي سويتها هي من غير ما انا ايه ابل ايديا ميه وارجع احط عليها ميه ولا حاجه. اهو جميله جدا جدا، السوا زي الفل. طبعا الفرن سابق التسخين معانا، بتخش على درجه حراره 180 او يعني الفرن حامي فوق وتحت. لو ما عندكش درجات حراره، على فكره ما عنديش درجات حراره اساسا يعني، ف حطوا الفرن حامي فوق وتحت، شغلي الشوايه وشغلي تحت وسخنيه قوي قوي، وبعدين قومي طافيه الشوايه او هديها خالص وايه ودخلي البسبوسه على الرف التحتاني اللي هو ايه يعتبر اللي بعد النار. تمام. يلا بقى عم البسبوسه تطلع نعمل الشربات الحلو بتاعها. الشربات الحلو بتاعها عباره عن كوبايتين ميه عليهم كوبايه ونص سكر وعصره ليمونه بس كده. وقبل ما ويغلوا وقبل ما ينزلوا تحط عليهم ايه معلقه سمنه بلدي، او معلقه سمنه يعني عامه، معلقه سمنه عليها على وشها وايه وبتاع معلقه فانيليا سايله او باكو فانيليا عادي. او بوريكم شكلها في الفرن. هي بتخش على درجه حراره عاليه وبتطلع على طول يعني ما بتاخدش وقت. يعني مثلا ايه مسافه ما تحمر كده وتلاقي جوانبها شايفين ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك، حاجه كده جميله. والشربات سخن وهي سخنه. بصي علامات ان نجاح البسبوسه ان هي تشرب الشربات كله. اهو شايفين بتشرب، يعني انا شايفاها مليانه ميه اهي، بس اهي شايفه نشفت من قدامك كده ازاي من الناحيه دي اهو. شفتوا؟ بقول لكم ناجحه جدا. شايفين شربت السائل بتاعها خالص ازاي. تقولي كده كميه الشربات دي كتيره على البسبوسه دي؟ لا مش كتيره. انا بحط كوبايتين السكر كوبايتين الميه على كوبايه ونص سكر على عصره الليمون. شايفين شربتها في ثواني ازاي؟ دي كده علامات نجاح البسبوسه. دي كده عمرها في حياتها بصي قلبها طري، قلبها نفسه طري. ودي البسبوسه ما بيبقاش قلبها ناشف. لو بقى قلبها ناشف ما تبقاش ناجحه. قلبها طري. هي احنا عايزينها بتطلع من الفرن بتطلع من الصينيه بس ايه يعني بتكون سيكه كده، بتكون طريه شويه. اسمها بسبوسه اصلا يعني مبسوسه، بسبوسه المبسوسه. انا بصراحه يعني اكتر حاجه في الحلويات بحبها جدا جدا البسبوسه. ممكن بقى تحط على وشها جوزة هند، ممكن تحطي فول سوداني. انا حطيت من ده وده. متنسيش تعملي لايك وتشتركوا في القناه. بحبكم في الله. اهو هنختبر بقى نطلع البسبوسه. البتاع اللي انا بعمل بيها دي عريضه على القطع اللي انا بطلعها فايه فبتهرتك اللي حواليها. اهو بقول لكم شايفين قلبها. طيب الكاميرا ظلمها والله الكاميرا ظلمها يا جماعه. يعني بصوا انا قعدت اكل منها اول يوم وتاني يوم حلوه على حالها، ما نشفتش ما جمدتش حاجه كده. بصي حاجه كده تحفه تحفه. اعمليها بقى في رمضان لعزايمك لاصحابك لضيوف لاخر الليل كده، حاجه كده عظمه. بس ما كترش عشان السكر عشان الرجيم. ها اخواتي اللي عاملين الرجيم زي عملتي كده يعني اعمليها يوم الفري ماشي عشان ما تدوش عليا. تبقى حلوه اعملوها يوم الفري. انا عملتها وعملت اليوم فري. بعمل يوم فري وقت ما انا ايه اكون عامله حاجه حلوه بصراحه عشان اعرف اكل منها. رغم ان انا ما بحبش الحلويات بس بصراحه البسبوسه عشقي يعني. اهو شايفين بقول لكم تحفه جميله بتفرق حاجه كده قلبها ابيض. جميله جميله جميله. متسيبهاش في الفرن تنشف. هي بس يا دوب بتحمر الجوانب بتكون حمرت من تحت. حمرت من ايه حمرت دي بتكون احمرت من تحت ومن فوق بقى زي ما انت شايفه لونها جميله جدا. بحبكم في الله. اللهم تقبل منا سائر الأعمال منا ومنكم إن شاء الله، وجعله عمل خالص لوجه الله الكريم. لو استفدت مني معلومة ما تنسيش تعملي لايك ولو صغيرة. يا رب أكون خفيفة على قلوبكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.